خلينا متفقين إن نجاح أي منظومة لازم بتعتمد على عناصرها، ولما المنظومة دي بتفقد أهم عنصر فيها المنظومة دي بتبوظ. نبدأ حلقتنا إن شاء الله تحليل ماتش الزمالك والحالات التحكيمية اللي حصلت فيه، هو ماتش الإسماعيلي والأهلي. يلا بينا. أهلا بيكم. عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من المتابعين، لايك والشير، ولو انت بتتابعني على اليوتيوب متنساش تعمل اشتراك. النهارده الزمالك كان بيلعب بتروجيت، مباراة في الدوري عادية جدا. المباراة دي شهدت ظلم تحكيمي صارخ، يعني الحكام نازلة تخلص على الزمالك. 3 ضربات جزاء يا حكم يا ظالم، 3 ضربات جزاء ما بتحسبش واحدة منهم، حتى علينا واحدة يا أخي احسبها. حتى لو في لعيب عندنا عنده انذار ما تحسبها يا عم، ايه المشكلة؟ انما انت نازل تخلص عليا، مش معقول. مفيش كده في الحياة، حتى انا لو مستوى وحش في الملعب ما تخلصش عليا بالطريقة دي. في مجلس الإدارة من اللي بيحصل، لعيبة الزمالك مش محمية، مفيش ولا لعيب محمي. الحكم نازل مستوي قلبه على اللعيبة بتاعت الزمالك. حتى بص على طريقة تعامل الحكم مع اللعيبة بتاعتنا عاملة ازاي. مفيش كده، انا ما شفتش كده. مجلس الإدارة لازم يشوف له، لو البيانات بتجيب سكة معاهم طلع بيانات يا عم، في ايه؟ احنا كان عندنا رئيس نادي قبل كده، كان الناس التانية ما كانتش بتحبه، بس كان بيعرف يجيب حق النادي يا اخي. الطيبة ما بتاكلش في البلد بتاعتنا دي، مش هينفع تبقى طيب. عندك المباراة التانية بتاع الأهلي والإسماعيلي، صباح الفل، ده في ضربة جزاء اتحسبت بالتليفون. ده انا ايه ده يا عم؟ ده اللعيب امام عاشور واقع لوحده والحكم بيصفر. انا بحس ان امين عمر بينزل يلعب مع الاهلي. هو يا حبيبي الاهلي مش محتاجك تساعده، والله الاهلي ما محتاجك تساعده. مفيش كده يا جماعه. احنا مش هينفع نكمل المسابقه بالطريقه بتاعتكم دي. هي المنظور، هي البطوله معموله عشان بطل واحد، قولوا لنا نبطلها سيره ونفض السيره دي اصلا ونبطل تشجيع كوره. لو انتوا هي المسابقه معموله عشان نادي واحد اللي ياخد الدوري، يبقى بلاش منه يا عم. حتى لو انا سيء اديني حقي، لو عليا ضربة جزاء احسبها عليا يا سيدي، محدش هيقول لك لا. ليا احسبهولي، اللي عليا احسبه عليا. ما شفناش كده يا جماعه. ضربات الجزاء بتحسب النهارده في ماتش الاهلي والاسماعيلي، صباح الفل، يلا بينا. اي حاجه عايزها الاهلي عنينا. في يا جماعه احنا نحكم بالمزاج؟ الحكم الاهلاوي بينزل يحكم للاهلي، والحكم الزملكاوي ينزل يحكم للزمالك؟ مش هتنفع، والله العظيم ما هننفع. الطريقه دي مش هتنفع خالص مع الناس. احنا خلاص كرهنا الكوره بسببكم. اللعيبه بتاعتنا تشد حيلها شويه يا جماعه. اكبر واحد عنده 40 سنه هو ارجل واحد في الملعب، ما يرضيش ربنا والله. خليكوا رجاله شويه، انتوا بتلعبوا بتروجيت. بالمناسبه، افضل لعيبه في المباراه النهارده عبد الله السعيد كان قوي، محمود بن تايج كان قوي. ماتش الاهلي والاسماعيلي الناشئ محمد عبد الله كان قوي بصراحه، ادى اداء جامد قوي. الولد ده هيجي منه. في نهايه الحلقه احنا زهقنا، ارحمونا. سلام.